25 مقطع من خطبة الغدير هي حول إمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، باستثناء المقاطع اللي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وآله بشكل عام عن الأئمة الاثني عشر، واللي يكون واحد منهم صاحب الأمر والزمان. ينذكر اسم الإمام 4 مرات خطبة الغدير بصورة صريحة، مرتين باسم المهدي ومرتين باسم القائم. في الواقع الغدير هو يوم البيعة لحجة الله، وحجة الله علينا في هذا الزمن ليس إلا بقية الله في الأرض المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إذن الغدير هو يوم تجديد البيعة مع إمام الزمان. وفقا للروايات من آداب يوم عيد الغدير قراءة دعاء الندبة، دعاء الندبة في فراق ولي الأمر. نبكي وندب وندعو ونطلب من الله أن يمن علينا بظهور إمامنا ببركة هذا اليوم، يظهر ويسترد الحق والخلافة وينفذ الولاية اللي عرفها النبي في يوم الغدير، وبوقتها نذوق معنى الحياة مع تنفيذ كامل لولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام أيضا أنه في يوم الغدير صرخ إبليس في جنوده صرخة